ازيكم؟ النهارده هنعمل دوناتس مع بعض بطريقه سهله وبسيطه. طلبت مني كتير على رسائل البيج على الفيسبوك. اللي مش مشترك معايا ومتابعني على الفيسبوك هسيبله اللينك في صندوق الوصف. عندي بوله، كوبايه، نص كوبايه لبن، هحط عليها معلقه خميره ومعلقه سكر، هقلبهم مع بعض واسيبهم يتفاعلوا مع بعض على جنب. وبعد كده هجيب البوله بتاعتي، هحط فيها بيضتين، معلقتين زبده سايلين، معلقتين لبن بودر، رشة ملح وفانيليا. معايا بيض في وصفة حلو يبقى لازم احط فانيليا. هقلب كل ده مع بعضه. وعندي هستخدم كوبايتين ونص دقيق في الوصفة كلها، هحطها على فترات وانا بعجن العجينة. هحط اول كوباية دقيق، حطيت باقي معلقة السكر، وهحط كوباية الدقيق وهعجن، وهحط الخميرة بعد ما اتفعلت. هتعجني بايدك او هتعجني بالعجان او هتعجني بمضرب يدوي، كله ماشي، مفيش حاجة هتقول لأ. بس لو عجنتي في المضرب هيكون اسهل عليكي طبعا. مدة العجن مهمة جدا في الدونات او في اي معجنات، لازم تلتزمي بمدة العجن. دي معلقة بيكنج باودر حطيتها في الاخر خالص. هلم بقى العجينة بتاعتي بباقي نص كوباية الدقيق الباقية. مدة العجن للدوناتس من 10 لربع ساعة، ما تنقصيش عن كده، علشان مدة العجن مهمة جدا في نجاح الوصفة. انا طبعا عشان بعجن يدوي فالموضوع اخد مني وقت شوية، وقت ومجهود. العجينة ملمسها ناعم وبتلزق في الايد شوية، فلما تلاقيها ملزقة معاكي في ايدك ما تحاوليش تزودي دقيق، علشان كده هيخلي الدونات كابس ومش هيستوي من جوه، وهيبقى الدونات نفسه تقيلة. التزمي بالمقادير والتزمي بالخطوات، هيطلع معاكي الدونات سهل جدا وهش جدا، ومش هيشرب زيت. لان مشكلة الدوناتس لما بيشرب زيت دي مشكلة بتواجه اي حد بيعمل دوناتس لأول مرة او تاني مرة. او ده ملمس العجينة، بتلزق شوية في الايد وطرية وناعمة جدا. بعد ما سبتها بعد ما سبت العجينة بتاعتي اختمرت ربع ساعة، ممكن تسيبيها اكتر من كده مفيش اي مشكلة. نزلتها على الكاونتر عندي وحطيت دقيق علشان ما تلزقش، وعجنتها كمان 5 دقايق تانية. زي ما قلتلك مدة العجن مهمة جدا لنجاح الوصفة. بعد كده فردتها بالنشابة بتاعتي. وبعد كده اخر حاجة ان احنا هنشكلها مع بعض. طبعا قلتلكوا في فيديوهاتي القديمة على اليوتيوب ان قطاعة الدوناتس دي فاشلة جدا ومحدش يشتريها، بس انا للأسف ما عنديش غيرها، فمضطرة ان انا استخدمها. هي بتقطع كويس وكل حاجة، بس مش بتفرغ قلب الدونات، مش بتفرغ الدايرة الصغيرة اللي جوه الدونات، فدي بالنسبة لي مشكلة. بضطر ان انا اجيب معلقة او غطا ازازة علشان افرغ قلبها. طبعا ده ممكن لو انا مستعجلة وبعملها بسرعة ممكن يأثر على شكل الدونات، ممكن المعلقة تروح مني يمين شمال تبوظ لي شكلها. هنا كنت عايزة اعمل ميني دوناتس علشان احطه للاولاد في اللانش بوكس، بس ما كانش عندي طبعا قطاعة. زي ما انتوا عارفين ما عنديش غير القطاعة البينك، فاضطريت ان انا استخدمت كوباية عادي جدا. اهم حاجة ان انت بتحطي فتحة الكوباية اللي من فوق في الدقيق علشان ما تلزقش في العجينة، وبرضو القطاعة بتحطيها لازم في الدقيق الاول قبل ما تقطعي بيها. بعد ما قطعنا الكمية كلها وشكلناها، انا حطاها على حاجة سهلة ان انا احركها علشان ما تشيليش الدوناتس من على مثلا صينية او طبق او اي حاجة. وبعد ما يختمر ربع ساعة، بعد ما بنشكله بنسيبه يختمر ربع ساعة كمان، فبيدخله هوا
بينتفخ وحجمه بيتضاعف. فلما تيجي تنقليه بيحطيه على ورق زبدة او حاجة سهلة في الحركة علشان ما تبوظيش شكله بعد ما يختمر تاني. التسوية بقى عندك طريقتين للتسوية، ممكن صينية على النار وزيت تقليه في الزيت، وممكن تحطيه في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط. مش بياخد أي وقت في الطريقتين، مش بياخد أي وقت. بمجرد ما بتحطيه هو بيستوي من جوه، بياخد لون وبتطلعيه. الدوناتس من الحاجات اللي تمشي معاكي في فطار عشاء، تمشي معاكي في رحلة، تمشي معاكي في مناسبة، تمشي معاكي للأولاد في اللانش بوكس، تمشي معاكي في كذا حاجة. احنا عملناها النهاردة بمقادير سهلة جدا وبسيطة وموجودة عندك في كل بيت. هتقوليلي طيب التزيين بتاعه مكلف والحاجات دي كلها، انا هقولك لا. انا في الفيديو هنا ما كانش عندي او ما كنتش مجهزة ان انا اعمل الوصفة، فما كانش عندي اي حاجة غير نوتيلا وصوص فراولة، فزينت بيه. ما وقفتش نفسي عند الحد ده وقلت لا انا ما عنديش غير صوصين بس، هشكله ازاي ولا هزينه ازاي؟ هتشوفوا شكله في الاخر، شكله حلو جدا وعجب الاولاد وريحته كانت قلب الشقة. بوريكوا قد ايه هو هش من جوه ومستوي ومش شارب زيت خالص. الدوناتس نفسها الواحدة خفيفة جدا. انا كنت حطيت الباقي في الصوص، بس نسيت ان انا ما فتحتش الكاميرا، فعلشان كده جايلكوا اخر حبة بس في التزيين. لو الوصفة عجبتك ووصلت لحد هنا معايا في الفيديو، اعملي لايك واشتركي في القناة لو انت مش مشتركة. ايه رأيكم بقى في شكله؟ اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.